السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. كنظن هذا هو آخر فيديو غادي نديروه اليوم في سنة 2023، واللي قررت ما تخرج حتى تقدم لنا مفاجآت كثيرة وكثيرة، وآخرها هي هذا توقيف واعتقال المسمى نخنوخ. في البداية فاش طلع لي الخبر قلت هذا مجرد موضوع تافه، يعني لا يستحق. هذا الدري هذا معروف، يعني كيدير فيديوهات هو والعم ديالو نيبة، وكيديروا داكشي ديال المقالب والضحك وهذا. قلت كره واقيلا غير تحرش بشي بنت في الزنقه ولا هادي، وتم التوقيف ديالو. ولكن من بعد فاش قريت بعض التفاصيل قلت ضروري نزيد نبحث نقلب، فعرفت مجموعه ديال المعلومات اللي حصريه وهذه نقلوها هنايا في هذا الفيديو، لان الموضوع ماشي تافه وماشي صغير، وانما الموضوع كبير وكبير بزاف، وكيهمنا كاملين كناس اللي عندهم بنيتات وعندهم ابناء، وقدر الا ما استفد منه حتى شي واحد غادي يستفد منه الناس اللي عندهم بنيتات في نفس سن المراهقه ولا في هاد الامور هادو. فقبل ما ندخلوا في التفاصيل خليني فقط نقول لكم شنو كاين. نخنوخ يعني الاسم ديالو الحقيقي اللي هو محمد الغرابي، واحد الاصدقاء ديالو اللي هو مغربي وعنده جنسيه فرنسيه. تم الاعتقال ديالهم وراهم دابا في الحبس ديال لودايا في مدينه مراكش. التهمه او المتابعه هي التغرير بقاصر. فشنو هما الوقائع حسب ما توصلنا به من معلومات؟ فالاب ديال واحد الفتاه قاصر اللي عندها 14 سنه، ماشي كيف قالوا بعض المواقع قالوا 16 سنه، لا البنت عندها 14 عام فقط. الاب ديالها يتابع نخنوخ واحد الصديق ديالو بالتغرير بنته، بحيث انها خلات دارهم في مكناس وجات عنده لمدينه مراكش. فشنو وقع بالضبط؟ فنعاود لكم من البدايه، لان القضيه ما وقعتش غير هذه السيمانه ولا هذا الشهر، وانما لافير عندها يعني ازيد من 6 اشهر. ففي شهر 5 اللي فات اللي هو شهر ماي، هذه البنت هذه هي وشي صاحبتها اللي كيعيشوا في مدينه مكناس هربوا من الدار وجاوا لمدينه مراكش. جاو هنايا عند نخنوخ بحكم انها متابعه ديالو في السوشيال ميديا وكتعرفوا، فجات عنده دوزات عنده بعض الايام. الاب ديالها دار اختفاء عند البوليس. فاش وقفوهم البوليس في مدينه مراكش وقفوا هذه البنت هذه، يعني داروا لها التنقيط، فلقاو بانها يعني ديال انها كاين في واحد لانتيري فامي، يعني العائله ديالها دايرين حاله اختفاء البنت بحكم انها قاصر وعندها 14 سنه فقط، يعني ماشي شي وحده اللي قاده على راسها ولا الصفه القانونيه ولا ماشي بالغه. يعني الا واحد البنت مختفيه وعندها 22 ولا 23 سنه وشدوها البوليس، راه تيقولوا لها راه تيقلبوا عليك العائله، ولكن ما عندهمش الحق انهم يردوها بزز لعائلتها، لان عندها بالغه ومن حقها تمشي ولا ترجع، يعني هذا الحق اللي كيقفلوا لها القانون. ولكن في الحاله ديال بنت قاصر فالبوليس خصهم يرجعوها للعائله ديالها لانهم ديكلارين حاله اختفاء. فهذا الشيء اللي كان، هذه البنت رجعت لمكناس عند العائله ديالها، دوزات واحد الفتره تما. الاب ديالها يعني عرف بان البنت هربات لمدينه مراكش، وعرف كذلك بان مجموعه ديال المعطيات. ففي شهر 12 هذا اللي حنا فيه عاود ثاني غادي تهرب هي وصاحبتها من الدار وغادي تمشي لمدينه مراكش، وعاود ثاني عند نفس الشخص اللي هو نخنوخ. فعاود ثاني داروا عند البوليس بان راه حاله اختفاء. العائله ديالها كيتصلوا بها وما كتجاوبش، التليفون كيصوني ما كيجاوبش، كيصيفطوا لها عبر الواتساب وهذا البنت ما كتجاوبش. فعاود ثاني فاش داروا يعني حاله الاختفاء نخنوخ ردوها لمدينه مكناس. فاش رجعت للمدينه ديال مكناس هما عرفوها فين كانت وعرفوها عند من كتمشي. فالاب ديالها دار شكايه ضد نخنوخ بتهمه التغرير بقاصر. يعني الاب ديالها ولا العائله ديالها كيدعيو وكيقولوا بان بنتنا هذا نخنوخ هذا هو اللي كيقول لها اجي عندي لمدينه مراكش، في حين هو كاين فيه وكيقول البنت راه كتهرب من الدار وكتجي عندي وانا يعني تربطني بها علاقه وما نقدرش نجري عليها. فهادو هما الاحداث اللي كاينين دابا، هادو هما التفاصيل اللي كاينين دابا. وكيل الملك والنيابه العامه دارت متابعه لنخنوخ والصديق ديالو بشبهه او مشتبه فيه بالتغرير بقاصر، يعني راهم في سجن لودايا دابا. مازال هادي يدوزوا عند قاضي التحقيق، هادي يكون جلسات الاستماع التفصيلي، كذلك هادي دار الخبره الطبيه على البنات بجوج باش يشوفوا واش باقيين فياغج ولا لا. وديك الساعات غادي نولوا في قصه كبيره جدا الى التقرير او الخبره الطبيه عطات بان البنات ما بقاوش بنات. وديك الساعات غادي نشوفوا واش هادشي فيه افتضاد البكره، واش فيه اختطاف، واش فيه يعني بزاف ديال المتابعات تقدر تكون كل شيء بناء على
التحقيقات ديال قاضي التحقيق. فبطبيعه الحال اليوتيوبر نخنوخ الان امام القضاء، هذه يشوف شنو غادي يوقع ليه. ولكن اللي بغيت الرساله اللي نوجه من هذا الفيديو هذا هو بزاف ديال الحالات ديال الاختفاء انا شفتهم، ماشي غير هذا العام، ماشي غير هذا عامين. انا من نهار دخلت لهذا المجال هذا وانا كنكتب يعني على حالات الاختفاء، كيكونوا حالات ديال الاختطاف قليله جدا. المغرب ما عندناش هادشي ديال الاختطاف بزاف، ولكن اللي كيكون عندنا بحال هاد الحالات هادو، ان البنت كتكون قاصر، كتخرج بالاراده ديالها وكيستغلها شي واحد اللي بالغ. انا ما بغيتش نقول نخنوخ يستغل يعني الصغر او حداثه سنها، ولكن كنهضر بصفه عامه. فبزاف ديال البنات كيديروا هذه الطريقه هذه وكيخرجوا من ديورهم، العائلات ديالهم كيبداو مساكن يجريو ويقلبوا ويديكلاريو عند البوليس، والبوليس كيبدا يقلب ويبحث ويدير بزاف ديال عوض ما يركز في عمليات اخرى كيولي مركز مع هذه الامور. فكتلقى البنت بان الطيش ديالها هو اللي مخرجها من الدار. واش مشاكل عائليه وسط الدار، واش البنت غير خفيفه وعزيز على هذا، واش لقات شي واحد كيتفلى عليها كبير في السن وكيقنعها انها تجي عنده. فهاد الامور كامله شفت انا بزاف ديال حالات الاختفاء بحال هذه. عاقل سنه 2018 واحد البنت ماشي كاع قاصر، عندها تقريبا واحد 23 سنه، كانت حتى هي خرجت من الدار ما سايقينش لها دارهم الخبار. الاب ديالها عيا في المواقع الصحفيه ولا الصفحات كيطلب تيحط الصوره ديالها وتيقول لهم بنتي المسمات كذا وكذا، عندها العمر كذا وكذا، خرجات وما لقيناش لها حتى شي اثر. من بعد 3 ايام هذه اكتشف بان راه ماشي اختطفوها، وانما كانت عند شي صاحبه في الدار وجلست معاه. فالاب ديالها مسكين ولا كيدور عاوتاني عند دوك المواقع ودوك الصفحات تيقول لهم مسحوا ديك التصويره، راه بنتي لقيتها. اللي ما كيجاوبوش كيهددوا، تيقول لي راه غادي نلجا للقضاء، علاش تحط صورت بنتي، انا ما قلتلكش حطها. فلانه ما رضاش، لان المنطقه ولا المدينه اللي عايش فيها مدينه صغيره، والناس كلهم عرفوا علاش هذيك البنت هربات، يعني مشات عند صاحبه وهو ما رضاش. فولا كيرجع عند المواقع كيهددهم بالمتابعه القضائيه الا بقاو حاطين الصوره ديالها. كذلك واحد السيده في طنجه مؤخرا، انا عاقل بان بزاف ديال الصفحات هضروا عليها، اللي قالوا بانها خرجت تبيع الطوموبيله ديالها وما عاودتش رجعت، وبداو تيقولوا باللي راه اختطفات، مشى شي واحد، بداو كيروجوا يعني وكيختلقوا قصص خياليه. قال لك اودي راه البنت دارت مع شي واحد يشري عندها الطوموبيل، فاش مشات عنده اختطفها. في الحقيقه اللي عرفناه في الاخر ان ديك البنت هي استاذه في التعليم يعني العمومي، كتشرب الفانيد، عندها حاله نفسيه يعني عندها مشاكل نفسيه ومتبعه مع شي طبيب. فكيجيها ديبرسيون، هزات طوموبيلتها مشات لشي خلا، كرات شي حاجه شي اوبيرج ولا شي حاجه في الغابه وجلست تما وطفات التليفون على العائله ديالها. العائله ديالها فاش بداو تعيطوا النهار الاول النهار الثاني قالوا راه باقي لا بنتنا تختطفات، وداروا هذيك الحاله على السوشيال ميديا، في حين البنت راه غير طلع عليها الدم من الدنيا وقالت نمشي نفارد بوحدي في الغابه. فهاد القصص وهاد الامور هادو العائلات ضروري يشددوا الرقابه على الابناء ديالهم، خاصه القاصرين منهم، حيت القاصر المراهقين مع هاد السوشيال ميديا مع اليوتيوب مع الفيديوهات مع الكليبات مع هاد الصناع كامل. فضروري احنا كناس عندهم بنات فضروري اننا نراقبوا البنات ديالنا بواحد الشكل اللي يكون فيه الصرامه وكذلك يكون فيه التعقل. لا بعض المشاكل العائليه كتطور الدراري الصغار تيكونوا هما الضحايا الاولين. ففي انتظار نعرفوا التفاصيل اللي كاينه مع هذا النخنوخ هذا ومع هذه البنت والاحداث الجايه. كنتمنى لكم سنه سعيده والله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميع، والسلام عليكم ورحمه الله.